الفيديو النهارده عن الصداع وانت حامل. انا دكتور احمد بدر الدين، اخصائي امراض النساء والتوليد والحقن المجهري وتاخر الحمل. هتكلم معاك النهارده عن موضوع مهم جدا بيخص كل حامل. تابع معايا الفيديو للاخر، هتعرفوا معلومات مهمه جدا ويمكن اول مره تسمعيها. عارفين ان الحمل مش بيجي لوحده، بيجي معاه شويه مشاكل صغيرين كده للحامل. هتكلم النهارده عن مشكله من المشاكل اللي بيعملها الحمل. هو عرض شائع جدا، بس مشكلته ان ليه دلالات كتير، يعني ممكن نفتكره من الحمل وهو اصلا بيكون علامه لحاجه اخطر. هتكلم النهارده عن صداع الحمل. امتى يكون عادي؟ امتى يكون خطر؟ وهل ممكن يكون له علاقه بتسمم الحمل؟ مين حامل ما عانتش من الصداع في الحمل؟ ده احنا لو سالنا اي حامل حاسه بايه دلوقتي هتقول لي حاسه بصداع. وده مش دلع ولا تهرب من شغل البيت لا سمح الله، ده عشان الصداع فعلا بيكون موجود وبيبدا كمان مع بدايه الحمل، وبيلاحظ بشكل كبير في اول 3 شهور. وده منطقي لان في بدايه الحمل لسه الجسم ما يكونش استوعب التغيرات اللي حصلت له. بيلاقي فجاه كده هرمونات بتزيد، كميه دم في الجسم بتزيد، فبالتالي ده بيأثر على الجسم بشكل كبير. من ضمن التأثيرات دي هي حدوث الصداع. طب دلوقتي كده الصداع ده طبيعي ولا ممكن نقلق منه؟ الصداع بيكون طبيعي لو كان محتمل وعلى فترات وفي اول شهور الحمل زي ما قلنا، اللي هو الصداع العادي اللي بيقعد شويه وبعدها الالم بيروح. بس لو عكس ده نبدا نقلق، لان ممكن يكون الصداع هنا مش من الحمل، ممكن يكون موجود كاشاره لحاجه تانية خالص. ونيجي هنا للسؤال، ايه ممكن يكون سبب الصداع في الحمل غير الحمل؟ في الحقيقه في اسباب كتير للصداع غير الحمل، المشكله بس ان هو لما يجي في فتره الحمل بينتسب ليه، وبيتنسب ممكن يكون بسبب حاجه تانية. فلو الصداع كان مثلا تقيل والوجع مستمر مش بيروح بالمسكنات الامنه للحمل زي الباراسيتامول، كده يبدا تفكيرنا يروح لاماكن تانية عن سبب الصداع، زي مثلا الضغط العالي او الضغط الواطي، انخفاض مستوى السكر في الدم، انيميا، اجهاد نفسي وبدني. كل دي اسباب بتعمل صداع. في غيرها كتير بتفرق على حسب تشخيص كل حاله، وساعتها بيكون الحمل بريء من الصداع. طيب كل ده مقدور عليه، بس ايه علاقه الصداع بتسمم الحمل؟ الصداع المستمر خصوصا اخر 3 شهور في الحمل ده بيكون اشاره ان ممكن يكون في تسمم حمل، واللي بياكد الاشاره دي او بينفيها ان لو في تسمم حمل فعلا الصداع بيكون معاه كذا عرض تاني، اشهرهم غثيان وترجيع، تورم في اجزاء الجسم، عدم وضوح الرؤيه او ضبابيه، الم في اعلى البطن. كده يبقى الصداع هنا اشاره ان في خطر، ولازم ساعتها المتابعه الفوريه مع الدكتور بتاعك. واخيرا هقول لكم شويه نصايح بتخفف من صداع الحمل. الاكل الصحي وممارسه الرياضه الخفيفه اللي بتناسب الحمل بتاعك، شرب ميه كتير، سوائل بشكل مستمر، الاسترخاء والهدوء، تدليك بشكل خفيف على مكان الوجع، النوم بشكل كافي، وعدد ساعات صحيه.